نحكي القصة ديالي اللي وقعت لي، وهي قصة مؤثرة وهانتوما غادي تعرفوا المضمون ديالها شنو هو. انا واخوتي كنت خدام في القوات المساعدة، بديت الخدمة في 2013. في بداية المسيرة ديالي المهنية بديت خدمت في فاس 3 سنين، من بعد انتقلت من فاس لمدينة الحاجب، خدمت فيها عام. من بعد بداو كيوقعوا تغيرات في حياتي العائلية ماشي المهنية، يعني مشاكل مع العائلة اللي صدقات غادي تأثر عليا حتى في الخدمة، وغادي تجعلني ضحية ديال أشخاص ما كيعرفوش الله. المشكل اللي وقع مع العائلة ديالي هو أن كنا عايشين بسلام، بنينا الدويرنا ديالنا في البادية ديالنا بحال أيها الناس. جينا من مدينة مكناس، كان الأب ديالي خدام في مكناس، جينا بنينا الدار ديالنا فين شدات الوالدة حقها مع خوتها، بنينا في الأرض فين جات الحق الوالدة، بنينا دويرة على بحال أيها الناس عايشين في سلام. هي هذيك. انا كملت قرايتي، التحقت بالخدمه ديالي في سلام. جا واحد الخال ديالي خو الوالده عايش في كندا. هي هذيك، قال الوالده غادي تعطيني نبني فوق منك اختي باش فاش نبقى نجي نلقى فين نجلس، نلقى فين ندوز الكونجي ديالي وهذا. اختي صافي فاش هو قال لها ديك الهضره ومعايا اختو وهذا، وافقات مباشره، قالت له اخويا هاك بني. هي هذيك فاش بدا تيبني ناضوا الخود الوالده بداو ما عجبهمش الحال، بداو كيوسوسوا لداك خالي باش ينوض صداع بينه وبين الوالده باش ما يكملش البني، باش الناس اللي كيكرهوا الخير سبحان الله العظيم. هي هذيك. ناض هاد خالي هذا قال الوالده غادي نتكاتبوا انا وياك، واخا راه غير عطيه في الاصل، هي غير عطيه، قال نتكاتبوا انا وياك. صافي قالت له نتكاتبوا اخويا هذا. بداو كيتكاتبوا، عيطوا الناس اللي غادي يكتبوا لهم، عيطوا للشهود، عيطوا لكل شيء. سبحان الله العظيم في ذاك النهار جيت ما سيقش الخبر لا المكاتبه لا الوالو. هي هذيك حتى دخلت للدار بحال هكا، لقيت الناس عندنا في الدار، لقيت الشهود، لقيت كذا. قلت لهم شنو هذا الشيء؟ قالت لي الوالده راه غادي نتكاتب انا وخالك على ديك الدار اللي عطيته. قلت لها ما فيها باس، قانون كيحمي كلشي. فاش هزيت الورقه تنقراها، شنو لقيت بانه كاتب لها في الورقه بلي راه بايعه له ب 14 مليون. قلت لها الوالده لا. درت في الشهود قلت لهم محشومه عليكم، واش تشهدوا على الزور؟ قلت لهم نتوما شفتوا هاد السيده هذه شدات شي 14 مليون. صافي فركت لهم داك الشيء، بقى الامر على ما هو عليه. صافي مشى داك خالي، مشى بحالته عند خوه غير حدانا النيت. صافي ما عجبوش الحال، وزاد خوه استغل ديك الفرصه باش يزيد يكبر العداوه في قلبه. ما عليناش. هي هذيك تدخل واحد الخال ديالي الله يرحمه والله يذكره بخير، قال لهم اودي غير ديروا بيناتكم نتوما خوت، نتوما هذا ما كاينلاش بقاو ديروا هاد المشاكل، ودابا هو راه بدا البني يكون غير ما بداش وهذا. صافي تكاتبوا بلي راه عاطياه، وفي المقابل عاطيها هو واحد القطعه ديال الارض حداها اللي هي في حقه، ماشي حقه كامل، غير قطعه من حقه. المهم ما عليناش. مشى داك السيد لكندا كالعاده. صافي انا مشيت التحقت بخدمتي عاوتاني كالعاده بحال ما كاين والو. هي هذيك حتى كيعيط لي واحد خالي اخر، واحد الخال ديالي عندي متدين الصلاه والعباده وما كيبغيوهش. سبحان الله العظيم، الانسان المزيان ما كيتبغاش. عيط لي قال لي واش داكشي اللي وقع عندكم في الدار كيرضي الله وكيرضيكم؟ قلت له شنو وقع خالي؟ قال لي راه ديك الدار اللي بنا خالك اللي في كندا راه ما بناهاش باش يسكن فيها. قلت له علاش بناها خالي؟ قال لي راه بناها بغى يردها لوبيرج. قلت له كيفاش هاد لوبيرج؟ قال لي وسير راك غتهبط دابا للدار وغادي تشوف كل شيء على عينيك. هي هذيك نضت انا هبطت للدار فعلا، داير فراسي ما كاين والو. غير شافني عيط لي اهلا اجي، سلمت عليه السلام وعليكم السلام. انا كنت في الخدمه ديالي، راه فاش كيجي الانسان من الخدمه بعد غياب كيكون هذا اهلا كذا، يعني كيتفاجئ الانسان بالوصول ديالك. هي هذيك سلمت عليه، عنقتو بستو هذا. جبت التليفون بدا تيوريني، دابا كنعاود لكم باختصار. جبت التليفون بدا كيوريني، قال لي راني درت واحد لابليكاسيون سميتها بي ام بي، هادي كيجيو الناس من جميع انحاء العالم كيشوفوها عندهم في التليفون، ولا عجباتهم كيريزيرفيو في التليفون وكيصيفطوا لي انا الفلوس في الكونت ديالي كيصيفطوا لي الفلوس في التليفون في الكونت ديالي ديريكت. وها هو راه خالك الاخر غادي يتكلف دوك الناس اللي غيبقاو يجيو وهذا، والامور غتكون على ما يرام. على هاد خالي اللي ما كيعرفش الله، انا غادي نعاود لكم القصه ديالو وانا جاي. هي هذيك. انا قلت له لا خالي، قلت له النهار الاول كلام الحق حق. قلت له خالي النهار الاول انت ديك الدار بغيتيها باش تسكن فيها، ماشي استغليتي الموقع ديال الدار. انا هنا دخلت معاه ديريكت للتفاصيل.
قلت له ماشي استغليتي نتايا المؤهلات اللي عندك الدار انها جايه في الطبيعه حداها العوينه، كتوقف في ديك لاطيراس اللي عندك كتشوف مناظر زوينه وهذا، وشفتي بان الناس دايرين بحال هاد المشاريع هادونا شحالهم وبغيتي تستغنى. قلت له لا، قلت له اون بليس دوسا كامل امي راه ما شداتش منك فلوس، ما بعتلكش، ما عطاتك فين تسكن، حيت قلت لها نبقى نجي ما عنديش فين نجلس. ما عليناش. وهذا الشيء كله هاد خالي هذا عايش على برا حياته كلها، يعني عنده مونطاليتي ديال الناس اللي راهم عايشين على برا. يعني شكون اللي خربقوا هادوك الكفاره اللي معاه اللي هنا في المغرب، خوتو هما اللي خربقوه، حيت انا كنعرف كل شيء. هي هذيك صافي حبس داك الشيء. مع كانت تما واحد السيده جات تبنات واحد الولد، واحد القاوريه تبنات واحد الوليد من الفاس، وجات وجلست عندنا هنا شي سيمانه. كانت ديك مرت خالي نيت كتقاد لها الطويجنات، كتقاد لها الفطور اتاي ومسمنات وكذا، وهذه كتعطيها في الفطور 50 درهم، كتعطيها في الغداء 50 درهم، في العشاء بعد خطرات ما كتعشاش كدير لها غير شويه د لاسوب ولا شي حاجه وشي ضوينينات لولدها ولا رايبيات ولا شي حاجه 50 درهم 100 درهم وهي غاده. المهم كانوا ضاربين يديهم بالمزيان مع ديك السيده غير في ديك السيمانه. صافي فسالت ديك السيمانه ديال ديك السيده مشات بحالها. خالي حبس البيعه وشريه، هز الساكادو ديالو زاد، صافي مشى غضبان ما عجبوش الحال. واخا هكاك الوالده قالت لي لا وحشومه عليك وما كانش خليك دير لخالك هكاك وهذا. الحرب غادي تبدا خويا. الحرب فاش مشى عيطوا له دوك الناس، هاد الناس اللي ما كيعرفوش الله، بقاو كيهضروا معاه في الواتساب، كيهضروا معاه حيت كيهضر معاهم يوميا، كيهضروا معاه في الواتساب، كيعمروه مزيان. هو راه قلت لكم عنده عقليه ديال برا. الانسان اللي كيكون كبر على برا وعاش على برا وعاش مع الكوار وتا المراه ديالو راها قاوريه، يعني عنده مونطاليتي ديال الناس برا، يعني ما غيفكرش في هذا الشيء ديال السحر ديال الشعوذات. الافكار ماشي ديالو، حتى الا كان شارك معاهم وعطاهم باش راه الافكار راها ماشي ديالو، راها ديالهم. فوقاش غتبدا خويا؟ فاش مشى موراها بشي 20 يوم شهر هكايا بديت انا كنتخربق في دماغي. هنا راني بديت تنتسحر، بديت تنتخربق في دماغي. كنهرب من الخدمه ديالي، ما حامل حتى حاجه ما كتحلالي، غير جالس وكنبكي غير مدمر. وانا بحال قلتي تبدلت حياتي 190 درجه. هذا السحر، اللي ما كيعرف السحر راه كيبدل الحياه 190 درجه. خرجت من الخدمه جيت للدار، شافوني مازال صابر، مازال ما تهرستش، يعني واخا تحيدات له الخدمه راه مازال ما تهرستش. بقاو مجددين لي السحر، كيجددوا لي السحر. هي هذيك المره الثانيه فاش عاوتاني شد فيا السحر، نط دقدقت الدار كامله تدقدقات، شراجم، بيبان، سدادر، حوايجي اللي كنلبس دخلت طيحتهم كاملين، شعلت فيهم العافيه، ما خليت حتى حاجه. هذا السحر. هي هذيك صافي فاش وقع هذا الشيء هذا بديت انا كيدخلوني التناوي. دوزت هذا الشيء، صبرت، حيت الصبر كيقول لك راه كيدوز اي حاجه. صبرت مازال بعقلي، صبرت ومازال بعقلي، لان السحر سحر الجنون مازال بعقلي. هي هذيك فوقاش غادي نكتشف الحقيقه. واحد النهار جالس تنقرا القران، سبحان الله العظيم، يعني ربي ما كيبغيك تشوف شي حاجه راه حتى كتلتجئ وكتطلب عاد كيعطيك وعاد تيبين لك. راه ما يبين لكش وانت غادي في الضلال. هذه نصيحه، تستقم غادي يبين لك ربي اللي ساحرك، غيبين لك ربي اللي ظالمك، غيبين لك ربي اللي باغي يأذيك. هي هذيك كنشم ريحه الدخان وكيبان لي الدخان بعيد، حيت الدار ديال خالي بعيده علينا تقريبا مشي 30 متر هكاك. تنشوف الدخان طالع من مور الدار عندهم، وواحد الريحه كتوصل خانزه. حطيت المصحف انا على وضوء وكنت تنقرا سوره الصافات. هي هذيك حطيت المصحف، نط مشيت كنشوف شنو هو داكشي اللي جاي. سبحان الله، يعني حركه لا اراديه. مشيت يعني حب الاستطلاع جاني في ديك اللحظه. سبحان الله، وشنو في يدي كتاب الله، حطيته نط مشيت. فاش مشيت تلقى حاشاكم سحر النجاسات. ما هو سحر؟ انا ما كنتش عارفه سحر النجاسات، حتى سولت لقيت دم الحيض. حاشاكم، اللي ما كيعرفش دم الحيض راه دم الحيض كيتخدم في السحر. لقيت دم الحيض والقطران وصباطي، واحد الصباط مقطع، يعني صباط قديم، وانا عرفتو صباطي، راه صباطي غنعرفو، اي واحد غيعرف صباط، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. هي هذيك كيتحرك مع ديك النجاسات، واحد الريحه خانزه، لربما بخور خانز. هي هذيك مشيت، ما هضرت معاهم، ما تكلمت، ما والو. علاش؟ راني مازال انا محصن، حيت فاش مشيت شد داكشي مشيت شفتو على وضوء، كنت تنقرا القران، يعني الشيطان ما يدخلنيش في ديك اللحظه نوض نغوات ونضارب معاهم، لا نيجاتيف. مشيت ديريكتومون سولت
سولت الفقيه اللي غادي يعطيني، ولا بغيتو نديكم حتى لعند هذا الفقيه هذا، نديكم لعندو ويقول لكم ها فوقاش جا لعندي وها شنو قلت له وشنو قلتو. سولتو جوج مرات، المره الاولى على هذا السحر هذا، والمره الثانيه على واحد المنع. انا غنعاود لكم حتى هو. هي هذيك، قال لي هذاك السحر، قال لي السحر اللي كيكون كيتخدم مع الاثار ديال الانسان، مع دم الحيض ديال المراه، مع القطران، هو سحر العداوه وسحر الدمار. قال لي ويمكن لكم تبحثوا، راه السحر دم الحيض يستخدم للدمار. بغيتي تدمر واحد الانسان، تحمقو، تلفلو الجريه، يبقى غادي ياكل من الطار والزبل، يبقى بفار، وهادشي راه كاين. وشحال من ولاد الناس وقعوا فيه. انا نجاني الله حيت عطاني علامات، انا غنعاود لكم عليها. هي هذيك، ما هضرت معاهم، ما تكلمت. نصحني داك السيد، قال لي بدا تصلي. كتصليش؟ قلت له ما كنصليش. قال لي بدا تصلي وبدا تذكر الله وبدا تكثر من الذكر. قال لي باش ربي ينجيك. قال لي دابا راك في حرب مع الشياطين. انا مازال ما عارف راسي زهري الخوت، انا راني زهري من اليد ديالي ومن الدم ديالي ومن العينين ديالي. والناس اللي كيديروا الرقيه وفقهاء وعندهم خبره في المجال غادي يعرفوا، حيت كيعرفوا هاد العلامات هذه، حيت هما الدومين ديالهم هذاك. هي هذيك، انا مازال ما عارفش راسي زهري. رانا فاش رجعت وشافوني بديت تنصلي، وشافوني بديت تنوض الفجر، وشافوني بديت تنقرا القران تقريبا 3 الاوقات في اليوم، وهذا دخلهم العجب. قالوا كيفاش هاد السيد هذا اللي حنا ساحرين له، كنجددوا له السحر وكنديروا له، رجعوا عند الساحر ديالهم. هذاك الساحر انا كنعرفه، حيت انا ساكن ما بعيدش علينا بزاف، وساحر ومتمكن، كنعرفو انا الساحر. ويا ربي يطيحوا في يد المخزن ولا يطيحوا في شي عبد يدعي فيه شي دعوه مستجابه. المهم ما عليناش. هي هذيك، داك الساحر فاش مشاو عنده قالوا له ودي راه السيد السحر ديالك راه ما شادش فيه، راه كيصلي الفجر. واش كاين شي واحد مسحور كيصلي الفجر؟ واش كاين شي واحد مسحور تيقرا القران النهار كامل؟ ما بحال فوقاش نعرف هادشي. انا جيكم جا عندي داك الساحر للدار، غيجي عندي على اساس، ماشي جاي عندي على اساس شي حاجه، لا، جاي عندي غير باش يعرف هاد السيد هذا اللي السحر ديالو ما شدش فيه شكون هو. سبحان الله. فاش جا بدا تيقلبني، قال لي راه يدك نشوفها، عطيتو يدي، بدا تيقلب فيا. قال لي انت زهري، قال لي انت راك زهري اليد وزهري العينين. بدا تيقلب لي في عيني، قال لي عندك هاد العين هادي ماشي بحال هاد العين هادي، وتطنم داكشي هما سبحان الله كيعرفوه. هي هذيك، قال لي واش تخدم معايا؟ شوف ساحرني، وقال لي واش تخدم معايا، وراه كنعرف هاد الساحر هذا، ولا بغيتو حتى نديولو كاع الامن نديولو الامن، كيأذي عباد الله بزاف، انا كنت غنكون ضحيه ديالو. المهم قال لي واش تخدم معايا؟ قلت له فاش غادي نخدم معاك؟ قال لي غادي تبقى تمشي معايا. قال لي انا فاش يجيو عندي الناس بغا يدخلني دخله ديال انه كيدير الخير. قال لي فاش يجيو عندي الناس نعالجهم، وكيجيو عندي الناس نشوف معاهم. قال لي كيخصني نتواصل مع الجن العلويين، ما بغاش يقول لي الشياطين، وانا راني عارف ربي عاطيني علم باش نتزاوج 100 منه. هي هذيك. قال لي انا فاش نبغي نحضر دوك العلويين وهذاك غادي نحضرهم في الجسد ديالك، حيت الجسد ديالك فيه طاقه، ممكن انني نحضر فيك الجن، ملوك الجن بسهوله، ونخدم ما قال لي السحر، قال لي نخدم ديك الخدمه ديالي بسهوله. وانا في قراره قلبي عارف ديك الخدمه ديالو سحر، لانني انا عرفته هو اللي سحرني. ين فوا جا عندي تيقلبني هذا، مع هو صاحب مع هو صاحب خالي، مع هو صاحب خالي نيس هذاك اللي سحر لي وكيعرفوه مزيان. وهذا صافي انا بحال فراسه الله سبحانه وتعالى قال لك اتقوا فراسه المؤمن. هي هذيك، عرفته هو صاحب دعوتي. قلت له لا، قال لي ما بغيتيش بالخاطر غادي تجي صحه. هي هذيك المور داكشي، وانا كنصلي وانا تنقرا القران ومحارب، ومع ذلك كنتلحق بالاذى، مازال تابعيني بالاذى. شنو هذا الاذى؟ راك عارف فاش تكون مخدوم لك شي سحر، راه داك خادم السحر راه ما كيرتاح حتى كيوصل للمبتغى ديالو. راه فاش يصيفطوا لك جين عادي ما كيقضيش معاك، كيصيفطوا لك جين قوى منه، عاوتاني تيصيفطوا لك جين قوى منه، لان ديك المهمه صافي توكلات للشياطين باش يخدموها، خصهم يخدموها. انا هنا كنبغي نصيفط رساله كنبغي نصيفطها لكاع الناس اللي كيعانيوا السحر، ولا كيقولوا راه عندنا سحر، ولا شاكين ان عندهم سحر. التوكل على الله، التوكل على الله لا غير. ما تمشيش عند ساحر اخر باش ينجيك، لا، الله اللي كينجي. المهم ما عليناش. يوم حيت كل واحد كيختاروا له يوم فوقاش كيبقى يتجدد له السحر، وهما مختارين اليوم مبارك حيت هذا العبد ربيه مبارك. فهمتي دابا ليستوار كي داير؟ انا كنهضر معاك بعلم. اختاروا يوم الجمعه حيت يوم مبارك،
يوم الجمعه الناس الرسول صلى الله عليه الحبيب وسلم شنو وصى الناس بيوم الجمعه؟ يديروا المسك ويديروا الريحه طيبه ويستحموا ويمشيو للجمعه ديالهم، يعني ماشي يديروا دم الحيض النجاسه ويديروا السحر اللي باش اختاروا نهار مبارك حيت هذا عبد ربي مبارك، حيت في السحر عندهم هذه القضيه هذه كيضربوا هكا الحساب. سبحان الله داك الشيء ديالهم كله جهل في جهل. هي هذيك كل يوم الجمعه كان كيتخدم، وتا النهار اللي حصلت فيه ديك السيده كتحرق لي داك الشيء راه يوم الجمعه، راه ماشي كذب عليك كذاب، يوم الجمعه. كيفاش كتحس براسك نهار الجمعه؟ نهار الجمعه اخويا كنترفع بحال هاد كنترفع، كنبقى حاس براسي ماشي هو هذاك، وشي حوايج نحشم نقولهم لكم، نحشم والله تنحشم نقولهم بالله. لا حياء في الدين. كيجيني تهيج اخويا، تهيج راه غادي يفهموه الناس ديال هذا الشيء هذا، كيفهموا شنو هو سحر التهيج. سحر التهيج هي انك كتهيج على واحد الشخص معين، يعني فهم، يعني ما غاديش يمكن لي نشرح اكثر من هكا. وهذا التهيج اللي كان كيدير ليه هانيت باش نبقى نشوف فيها شوفها ماشي هي هذيك، نبقى نقول لها شي بغاوني نغلط معاها باش يشوهوني، حيت انا محبوب عند الناس كاع ديال الواد الجديده كيحبوني وعارفيني زهري ومبارك، يعني بغاو يخسروا السمعه ديالي، يعني كيديروا لي داك السحر باش نهيج، باش نولي انسان فاسد. ومع ذلك انا كنتحارب مع داك الشيء، كنصلي وسبحان الله سبحان الله مدبر الاسباب. راه فاش نمشي عندي منامات ربي كيصيفط لي المنام ديالي، علاش كان اخر حاجه كنديرها هي ذكر الله، كنبات على وضوء، كنبات ذكر الله، ربي كيصيفط لي منام كنشوف فيه كل شيء. حتى داك الساحر راه داك النهار اللي جا عندي وما بغيتش نخدم معاه ورديته مدلول، حيت هو اي ساحر خصو يرجع مدلول، رديته مدلول. فاش قريت القران في الليل ونعست وقريت سوره البقره ونعست، حلمته لابس كبوط مكتوبه فيه كينغ كبيره هكا هنايا في الصدر ديالو كينغ، وحاني على مجمر، وداك المجمر طالع منه بخور. فاش مشيت عند داك السيد اللي سولته النوبه الاولى على سولته على ديك القضيه ديال دم الحيض وصباطي وداك الشيء، سولته المره الثانيه قلت له شنو شفت في الرؤيا، شنو شفت، وهو حتى هو قال لي الله اعلم، قال لي غادي نفسر لك بالعلم القليل اللي عطانا الله، قال لي والله اعلم. قال لي داك تريكو، قال لي حيت هو ساحر، هذا معروفه انه هو ساحر، قال لي حنا هذه ماشي غنجتهدوا فيها. قال لي وداك المجمر اللي كيدير والدخان، قال لي سحر، قلت هذه ما غاديش نجتهدوا فيها. قال لي واللي غنجتهدوا فيها هي داك الكبوط اللي مكتوبه فيه كينغ، قال لي لربما كيخدم لك السحر بشي ملك ديال الجن يهودي، قال لي حيت مادام شفتي ديك كينغ مكتوبه في الكبوط باللغه ديال الانجليزيه، الا وراه كيخدم لك بملك ديال الجن يهودي والله اعلم. ونيت انا عرفتها، علاش عرفتها؟ حيت السحر ديالي انا ضروري خصو يتخدم بملوك الجن، حيت الطاقه فهاد العبد الضعيف خصهم يخدموا لي بملك الجن. واليومين هذا مازال تنصلي، مازال تنقرا القران، حفظت 30 حزب. يعني انا لا قالوا لي اعطيني جمله مفيده لهذا الشيء اللي دوزتي، غادي نعطيهم جمله مفيده، غنقول لهم سبحان الله كيف يرجع المسحور عبدا صالحا. صافي، ها هو مسحور والسحر ديالو كان سبب باش يبدا يصلي ويتقرب من الله ويحفظ 30 حزب من كتاب الله. دابا انا حافظ 30 حزب من كتاب الله كل يوم، عندي ورد كنديرو، كنمشي كنتوضا تنجلس تنقرا كتاب. علاش؟ حيت ان فوا نبعد على كتاب الله غير يومين 3 ايام نترفع، حيت دايريني في عينيهم. وراه دابا اليومين هذا راني مهدد. انا بغيت نخلي هذا الفيديو هذا باش حتى لا مت انا علاش بغيت ندير هذا الفيديو هذا؟ ماشي باش الناس يشوفوني، لا، ما عندهم ما غيشوفوا القصه ديالي مؤلمه، ما عندهم ما غادي يشوفوا فيها، ما عندهم ما غادي، ولكن بغيت الناس يفهموا ويعرفوا باش حتى لا مت تدار لي شي سحر مميت ولا شي سم ولا شي حاجه، يعرفوا بلي هذا عبد ربي راه كان مهدد. وراني اليوم حتى اليومين هذا مازال كيتجدد لي السحر ومازال مهدد. في اي لحظه يعطيوني السم يقتلوني، في اي لحظه يشوفوا لي شي طريق، لانهم صافي داروني في عينيهم. وخصوصا فاش عرفوني عقت بهم، صافي خصوصا فاش عرفوني عقت بهم. واليومين هذا مازال الوالده ديالي كتدخل لعندهم، مازال الوالده ديالي كتمشي لعندهم اليومين هذا، وانا كنقول لها امي راه هذوك هما السبب، ومازال كتمشي لعندهم ومازال كتدخل عندهم والله يحد الباس. الحبس خلاص دوزت الحبس مع المخزن فاش كنت خدام في القوات المساعده، فاش كنت كندير المشاكل، يعني كنهرب من الخدمه وطاج وهذا باثار السحر. يعني هما الناس ديال الخدمه ما قالوش عندي سحر، حالوني للطبيب ديال لابسيكياتري ديال الامراض النفسيه، قالوا لي انني مريض نفساني، وعندي ورقاتي مع الطبيب النفساني ديال المخزن ديال ميدسان كولونيل. يعني فاش هما دوزوني للطبيب النفسي، هما ما
هما بغاو يساعدوني بجميع الطرق. الناس اللي كنت خدام معاهم المسؤولين ديالي في القوات المساعده اللي كثر لهم خيرهم، يعني الصراحه الله المسؤولين. كاين واحد الكونونير هنايا في مكناس دار معايا جميع الحلول، الله يكثر خيره، ولكن ما فهمش وما عرفش. لو كان عرفوا انني عندي سحر كنت ممكن ديك الساعه نتنقد ونبقى في خدمتي. ولكن من بعد صافي صيفطوني للطبيب النفسي. الطبيب النفسي قال لهم هذا راه مخربق حاليا ما صالحش، حيت فريمون شافني مخربق، وانا راه ماشي مرض نفسي ولا هذا، كان ديك الساعه مرض